التضخم والتعويم وتأثيره على سوق العقارات سواء بقى في العاصمة أو غيرها. تاني نقطة، هل فعلا في فقاعة عقارية وركود عقاري حاصل في السوق الفترة دي والسوق العقاري هينهار في مصر والكلام الكبير اللي احنا بنسمعه، وبناء عليه هل الأسعار هتنزل؟ يعني الأسعار اللي زادت بشكل كبير الفترة دي هل فعلا هتنزل والأسعار هترخص لو استنينا؟ هل لو استنيت يبقى أحسن لي في أنظمة السداد وهيظهر أنظمة سداد مريحة تاني زي الأول؟ هي دي شوية التساؤلات اللي كله بيتكلم فيها. السلام عليكم. النهارده هنتكلم في نقط مهمة وتساؤلات موجودة تقريبا عند كل اللي بيشتري الفترة دي أو كل اللي مهتم بالسوق العقاري الفترة دي. هم 4 نقط أساسيين. أول نقطة فيهم اللي هو التضخم والتعويم وتأثيره على سوق العقارات سواء بقى في العاصمة أو غيرها. تاني نقطة، هل فعلا في فقاعة عقارية وركود عقاري حاصل في السوق الفترة دي والسوق العقاري هينهار في مصر والكلام الكبير اللي احنا بنسمعه، وبناء عليه هل الأسعار هتنزل؟ يعني الاسعار اللي زادت بشكل كبير الفتره دي هل فعلا هتنزل والاسعار هترخص لو استنينا؟ هل لو استنيت يبقى احسن لي في انظمه السداد وهيظهر انظمه سداد مريحه تاني زي الاول؟ هي دي شويه التساؤلات اللي كله بيتكلم فيها. هناخدهم نقطه نقطه. نبدا باول واحده، فكره ان التضخم وتاثيره على القطاع العقاري. في تضخم حاصل في البلد، طبعا في زيادات في الاسعار، في زيادات بشكل كبير جدا في كل القطاعات مش بس في القطاع العقاري. يعني احنا بنتكلم ان الاسعار زادت بشكل كبير ملحوظ في كل حاجه. انظمه السداد في العقارات بقت مضغوطه قوي. يعني الاول من سنه بس كنا نلاقي انظمه سداد 10 سنين و8 سنين وانظمه مريحه شويه بمقدمات قليله. النهارده 6 سنين و7 سنين، فمش بس السعر زاد، كمان نظام السداد اتضغط معاه شويه. والنقطة الثالثة ان بسبب الزيادات دي وبسبب التضخم الكبير ده والزيادة الغير متوقعة في شركات كتير حصل عندها مشاكل في التنفيذ. يعني كان هو مسعر مثلا متر التنفيذ ولنفترض 20,000 جنيه، فجأة لقى متر التنفيذ ده 40,000 جنيه. فهو ما كانش عامل حساباته صح وما كانش عامل الدراسة بتاعته صح، فبالتالي خسر وبقى صعب ان هو ينفذ المشروع وبقى فيه شوية مشاكل في بعض الشركات. مش كلها ولا الغالبية العظمى، بس بعض الشركات بقى عندها المشاكل دي. وطبعا ده كله ادى ان بقى معظم الناس خايفه ان هي تشتري، اللي هو لا انا هشتري ليه بالاسعار دي؟ لا ده كده الاسعار زادت، لا انا هستنى هينزل عروض احسن، هستنى عشان السعر يرخص. لا انا ازاي السعر اللي انا كان من سنه مثلا في الاداري في الابراج 40,000 و45,000 النهارده ب80 وب90؟ يعني زياده تقريبا 100% في حوالي سنه. يعني بالظبط من شهر 9 اللي فات كان في بعض المشاريع انا شخصيا بعت العملاء فيها المتر ب 38,000 وب 40 وب 45 في الابراج السياحيه. فلما يعدي سنه ويلاقي نفس المشروع المتر وصل 80 و 90,000، طبعا دي حاجه هتعمل صدمه، اللي هو لا ده مش السعر الحقيقي، انا هستنى والاسعار هتنزل. انظمه السداد لما اتضغطت نفس النظام، الحاجات حتى المشاريع الصغيره اللي كان المتر فيها ب 20 و 30,000 وصل المتر فيها ل 50,000 و 60,000. حتى المشاريع الصغيره سعرها زاد. فده خلى ان هو لا انا مش متقبل الزياده ديت وانا هستنى على امل ان في ركود وفي فقاعه عقاريه تحصل فالاسعار هترخص. ده ينقلنا للنقطه الثانيه اللي هو حته الفقاعه العقاريه او الركود العقاري. لازم نفهم يعني ايه الاول فقاعه عقاريه. يعني عشان يحصل فقاعه عقاريه عندنا لازم السوق العقاري يبقى مربوط بالبورصه او بالبنوك. بمعنى ايه؟ يا اما العقارات هي اسهم في البورصه، فالاسهم في البورصه هي بتنزل وبتطلع، ممكن السهم ب 100 دولار فجاه يبقى ب 10 دولار، فجاه يبقى بدولار. او مربوط بالتمويل العقاري، ان البنوك هي اللي مموله العقارات وهي اللي بتقسط. البنك لما بيلاقي ناس كتيرة اتعثرت ومش قادرة ان هي تسدد، بيبدأ لو العقار ده سعره مليون يبيعه هو ب 600,000 عشان يجيب فلوسه وخلاص. فده مش حاصل عندنا في مصر، ولا ان هو مربوط بالبورصة ولا ان هو مربوط بالبنوك. فبالتالي نقطة ان يحصل فقاعة عقارية وسعر العقار ينزل ده شبه مستحيل عندنا في مصر. لكن اللي بيحصل ايه؟ بتبقى فترة هدوء، يعني حتى مش ركود، ان الاسعار بتبقى ثابتة. يعني بنوصل لرينج سعر زي اللي وصلنا له دلوقتي، الناس بتبقى حاسه انه اوفر شويه، فبيبدا ياخد له فتره الاسعار ما تزيدش فيها، فتره منها الناس تبقى مش متقبله الشراء ثم ترجع الناس تشتري تاني، ثم تفضل الاسعار ثابته لمده معينه 6 شهور اقصاها سنه، وما وصلتش لسنه تقريبا في معظم الحالات، بتبقى 3 شهور 6 شهور وترجع السوق ينتعش تاني ويتحرك ويرجع الشركات تنزل بمشاريع ويرجع الناس يشتروا. فهي دي النقطة اللي لازم نفهمها. يعني فقاعة عقارية في مصر أو ركود عقاري ده صعب إن هو يحصل. دي النقطة الأساسية اللي تخلينا نقول كده إن مستحيل يحصل فقاعة عقارية في مصر.
حساباتنا ان الناس في مصر العقار بالنسبه لها هو امن مكان احط فيه فلوسي، فده بيخليه ان هو بيرفض تماما فكره انه يخسر في العقار. يعني سواء هو عنده شقه في منطقه شعبي حتى، او شقه في المدن الجديده، او مكتب او محل، ولقى ان والله انا كنت مشتريه ب 2 مليون بس في فتره ركود فانا مضطر ابيعه بال 2 مليون، هم مش هيبيعوا. يعني عندنا المقولة اللي هي الطبيعية بتاعي، ولا بياكل ولا بيشرب. هيسيبه، يعني أسوأ خسارة ممكن تحصل له انه هيسيبه مركون ما يبيعوش دلوقتي، ثم بعد وقت لما السوق يبدأ يتحرك تاني يبدأ ان هو يبيع بنفس السعر اللي اشترى بيه، ولا هيبيع بالخسارة. دي ثقافة راسخة عندنا احنا كمصريين. النقطة التانية ان السوق العقاري في مصر بيمثل حوالي 60% من الاقتصاد المصري، فان القطاع بالحجم ده وبيمثل اكتر من نص الاقتصاد يحصل فيه مشكلة ولا يحصل فيه دروب ولا الدنيا تقع فيه، فمعنى كده ان البلد كلها وقعت. ودي حاجة اكيد يعني صعب جدا الحكومة تسمح بيها، وصعب ان هي تحصل. يعني ان شاء الله هي بتبقى فترات بس هدوء، وفترات راحة، فترات صدمة من الزيادات السريعة في الاسعار، لكن في الاخر بيرجع السوق ان هو ينتعش ويتحرك تاني، وترجع حركه البيع والشراء تشتغل من اول وجديد. النقطه الثالثه والاخيره ان احنا عندنا هنا في مصر يعني من الاسباب اللي هي تخلي ما فيش فقاعه عقاريه تحصل، ان الانتاج العقاري في مصر، يعني حجم الوحدات اللي الشركات بتعرضه اقل من المطلوب. يعني نسبه الناس اللي تشتري عقارات ونسبة الناس اللي بترتب عشان تشتري شقة أو محل أو مكتب أكتر بكتير من المشاريع المطروحة. حتى لو يبان لك إن الشركات كتيرة جدا والمشاريع كتير جدا، الشركات كلها شغالة وبتبيع وفي حركة بيع كويسة، في ناس كتير عايزة تشتري، يا إما معاها السيولة بس لسه بتفكر، أو بتجهز نفسها بسيولة معينة كمقدم وأقساط عشان تقدر إن هي تشتري. فالمستهلك في السوق العقاري جوه مصر موجود، وموجود طلب حجمه كبير جدا، بس هي الفكرة في الإمكانية، اللي هو امتى اقدر اشتري، وامكانياتي تحطني فين، والمكان اللي امكانياتي توديني ليه. هي دي النقطه. لكن في ناس عايزه تشتري في السوق في مصر، طبعا كتير جدا، مصريين وغير المصريين. هو سوق بيكسب، طبعا سوق بيكسب وعليه طلب كويس جدا. بس طبعا التخبطات دي طبيعي ان هي تحصل في اي قطاع وفي اي مجال. فهي الفكره بقى ان احنا نبقى مخليين بالنا في الفترات اللي زي دي، ودي النقطه اللي انا هنقل لها. طبعا كله بياخد فكره يخلي باله، يبقى هستنى والاسعار هترخص. دي النقطة الثالثة اللي هنتكلم عليها النهارده. طبعا ده هينقلنا بقى للنقطة الثالثة اللي تقريبا أنا بقالي في مجال العقارات حوالي 10 سنين، والكلمة دي تقريبا كل سنة أنا بسمعها، اللي هو لما بيحصل فترات زيادة سريعة كده في الأسعار أو تعويم أو مشكلة أو الكلام ده كله، يبدأ الناس تقول لا ده في فقاعة عقارية، في ركود عقاري، أنا هستنى الأسعار ترخص. أما الأسعار ترخص أنا هبقى أشتري. وبقالي هو حوالي 10 سنين ولا مرة الأسعار رخصت. يعني العقار في مصر ما بينفعش ان هو ينزل، لان الناس ما بتقبلش بده. زي ما قلت من شوية، هو عنده ان هو يسيب البيت او المحل او المكتب مقفول وما بيكسبوش جنيه، بس ما ينزلش في سعره، ما يخسرش في سعره، وكل ما هيعدي عليه وقت هيجي له وقت وهيزود سعره. فهو شايف ان لا دي كده انا ما اخسرش فيه. فبالتالي ان الاسعار ترخص ولا الدنيا تنزل بالنسبه للشركات وبالنسبه للناس اللي عندها حتى وحدات، ده شبه مستحيل. زي ما قلت من شويه، دايما العقار في مصر خسارته ان هو يقعد فتره طويله ما يتباعش، ان هو يقعد فتره طويله سعره ثابت، لكن الخساره اللي هو قيمته تقل ده ما بيحصلش ومش هيحصل. فعشان كده هو دايما امن مكان الناس بتفكر فيه ان هي تحط فلوسها. ليه؟ لان انا عارف ان انا محافظ على القيمه بتاعت فلوسي مهما ايه الظروف اللي حصلت بقى. طبعا يعني اللي بيستنى السعر، هو في نفس الوقت في فئه ممكن تكون مستنيه، فئه من الناس حابه تشتري بس مستنيه، طب انا هستنى يمكن يظهر لي عروض احسن في السداد، يمكن انظمه السداد القديمه اللي هي 10 سنين و8 سنين تبقى موجوده تاني، اقدر الاقيها. ده برضو شويه صعب. ليه؟ لان خلاص الشركات زودت سعر، قربت ان هي تسلم مشاريعها، عدت مرحله بيعيه والتانيه في المشروع، فبالتالي مش هينفع تبيع العميل بنظام سداد هي كانت شغاله بيه من سنه وسنتين، يعني بدون اي ظروف. يعني في الطبيعي من غير تعويم ومن غير حاجه، الشركه بتبقى ماشيه على خطه ان هو انا في بدايه المشروع ليا نظام سداد، في المرحله الثانيه ليا نظام، في الثالثه ليا نظام، في اخر المشروع ليا نظام مختلف. ليه؟ عشان مش كل ما بيعاملوش العملاء بنفس التساوي. اللي اشترى بدري دايما هو اللي بيبقى كسبان، وكل ما بتاخر كل ما اكيد انا بخسر طول ما انا بشتري.
فحته الانظمه انا ممكن اتفاوض شويه مع الشركه، يعني انقي عرض كويس، اشوف شركه محترمه، اشوف اوفر كويس واتفاوض معاهم ان هو بدل 6 سنين يخليني 7 سنين، بدل مثلا مقدم 20% يخلوا لي 15. يعني احاول اجدول نظام السداد على اللي يناسبني، لكن ان انا استنى واقول ده هيظهر عروض احسن، في الغالب ده مش هيحصل. يعني هلاقي نفسي ان استنيت الامور هتضغط اكتر في انظمه السداد، الاسعار ممكن تزيد عليا مره كمان، فبالتالي انا خسرت وهلاقي نفسي ان انا ما بقتش اصلا عارف ان انا اشتري. فهي دي النقطه. وبرده مش معنى كلامي ان انت تستعجل وتشتري وخلاص، لا، انت لازم تدرس الموضوع كويس جدا وتشوف المنطقه اللي هتشتري فيها وتقارن المشاريع ببعضها وتشوف المشروع اللي فعلا قيمه مقابل سعر، وتتاكد من العباءه الماليه للشركه وان هي هتقدر ان هي تنفذ وتقدر ان هي تبني وان هي عامله فعلا دراسه صح. مين شركة الإدارة، الخدمات، نسبة التحميل، الأوراق القانونية بتاعت الشركة والعقود، الكلام ده كله لازم ان انت تتأكد منه وانت بتشتري. يعني مش معنى خالص كلامي ان اجري اشتري بسرعة واي عقار وخلاص وهيكسب. كل العقارات بتكسب، بس اللي بيبقى محسوب صح بيكسب اكتر، بيكسب اضعاف، بيكسب اسهل، تقدر انك تأجره اسرع، تقدر انك تبيعه اسرع. فدي نقط كلها لازم ان احنا نبقى مركزين عليها. فطبعا النقط دي كلها يعني لو انت، وفي الغالب بيبقى صعب ان حد عنده الخبرة الكاملة غير لو هو شغال في المجال العقاري بقى، ان انت عندك خبرة بكل الكلام ده وتقدر تلم السوق كله وتعمل المقارنات والكلام ده. فلازم يبقى معاك حد انت شايف فيه الخبرة الكافية انه يعمل لك المقارنات دي ويجيب لك المعلومة، شايف فيه الامانة ان هو فعلا هينصحك وان هو يبقى مستشار عقاري ليك وتسأله وتكمل معاه، يعني تشتغل معاه ان هو يجيب لك العقار بتاعك الجديد. فطبعا يعني انا انصح كل اللي بيشتري عقارات، العقارات لسه فيها مكسب، العقارات والعاصمه لسه فيها مكسب ولسه جايه وهتشتغل، ودي النقطه اللي هنتكلم فيها في الفيديو الجاي ان شاء الله. وركز كويس وانت بتشتري في العروض اللي قصادك وفي المقارنات، وزي ما قلت تسال حد عنده الخبره والامانه الكافيه ويمشي معاك خطوه بخطوه لغايه ما توصل للاستثمار الامن، لان قريب جدا العاصمه يعني هتثبت نفسها ان هي اقوى مدينه استثماريه حصلت في مصر. يعني الموضوع ده مش هنستنى كتير ان شاء الله لغايه ما يظهر ولغايه ما تبان العاصمه بوضعها الحقيقي. يعني كل ده الاول انا كنت بكلم الناس بقول لهم يا جماعه هتتبني، والحمد لله اتبنت بنسبه كبيره، يعني فوق ال 60 70%، وان شاء الله قريب يعني هنلاقي ان العاصمه اشتغلت واثبتت نفسها كمدينه، وان هي فعلا كانت فرص استثماريه كويسه جدا لكل اللي دخل هناك. اتمنى التوفيق للجميع في استثماره العقاري الجديد. انا ايمن محمد، كلمني او ابعت لي على الواتساب لو محتاج استشاره عقاريه، وخليني معاك خطوه بخطوه في اختيار عقارك الجديد.